ما بقاش في حد مش مآمن بالأسحار. زي ما وعدتنا للمرة التانية. فجأة البنت بيحصل معاها تعطيل في الجواز وهي زي القمر. وفاء حامد وعزة لا إله إلا الله بعرفه. بس انت عندك علم. أنا لا، أنت هتموت دلوقتي، لا أنت خلاص، بص هو الشيطان لبسك. بتتصرفوا ازاي؟ والله ده سر المهنة. هل السحر بيتفك؟ هرقده على السرير مش هقومه. عايز اطلع الطاقة السلبية اللي متخزنة في بيتي. دي بتبقى بمعجزة من ربنا. يعني ممكن كل انسان قرينه هو اللي مبهدله. وقارنهم تقيل. ايه عفريت كل برج؟ لمعركة مفتوحة بلا رحمة. ده عفريت الحمد. لتهدئة القرين. انت صاحبت اهل الشر. بيحس اللي حواليه مثلا ان هم ظالمينه كلهم. انت مش في جنة الخلد، انت في الدنيا. حياة. دي حياة او موت. استفتي قلبك. ما ينفعش مش كل حاجة اهزر فيها. لو احتجت الطعام اطعم، لو احتجت فلوس ادي. بلاش تلعبوا في عداد عمركم. استاذة وفاء، ايه عفريت كل برج؟ بص ال 12 برج، كل برج فيهم ليه عفريت. لو حضر ما توقفش قدامه. تعال نمسكها واحدة واحدة. يلا بينا. يلا بينا. الحمل بيسكن جواه غضب. الحمل وغضب، وبتبقى شرارة صغيرة قوي بتتحول لنار. بتاكل الأخضر واليابس، وبيتحول قلبه لمعركة مفتوحة بلا رحمة. ده عفريت الحمل. ده عفريت الحمل. ده عفريت الحمل. عفريت الحوت، المرة دي هناخدها من تحت لفوق. ماشي. عفريت الحوت. عفريت الحوت في المشاعر. لو حضر مش هتعرف تغيره أو تخليه يبعد عن الشخص اللي بيحبه، لأن عفريت المشاعر عند الحوت حضر وبقوة وبشراسة. عفريت الدلو. عفريت الدلو العقل، وبيفصل عن الواقع، وبيتحول لإنسان غامض جدا، بيرى ما لا يرى، وبيشعر باللي مفيش حد ممكن يشعر بيه. عفريت الجدج. عفريت الجدي الإصرار والتحدي. لو حضر العفريت ده ابعد عن وشه تماما. ايه؟ لأن هيقاتل لحد ما يوصل للي هو عايزه، وبيقاتل في صمت وفي ألم وبيتعذب، بس بيوصل. عفريت القوس. عفريت القوس الحرية. عايز القوس عفريت يحضر، عفريته يحضر، لجمه، اقفل عليه الدنيا، فهمه او اديله احساس ان حريتك دي انا هلغيها لك. بيحضر عفريت الحرية وبيجري من المكان اللي هو فيه. عفريت العقرب. عفريت العقرب العمق. لو حضر عفريت العمق عند العقرب خاف منه، لأن بيتحول لإنسان خطير جدا، وممكن ينتقم بمنتهى الذكاء والدهاء. عفريت الميزان. دي بقى قصة، لأن عفريت الميزان متمثل في العين والبصيرة. بسبب عفريت العين والبصيرة بيدخل الميزان في دوامة التردد، وتردد مظلم ما بيسمعش من خلالها إلا صوته. عشان كده دايما الميزان بيتخاف منه لو عينه اسودت في قراراته. عفريت العذراء. عفريت العذراء التفاصيل. لو حضر عفريت العذراء اللي هو تفاصيل التفاصيل، بيخليه يجيد التعذيب الصامت للأشخاص اللي حواليه لحد ما يوصل لكل شيء بدقة متناهية تخلي الناس اللي حواليه يكرهوا حياتهم من كتر ما هو دخل جوه أعماق القصة. عفريت الأسد. عفريت الأسد أنا الأعلى. لو حضر عند الأسد بيقول دايما لنفسه أنا الأقوى، أنا الأجمد، أنا الأذكى، فبيضخم عنده الأنا والغرور اللي ملوش أي مبرر أصلا، لدرجة إنه ممكن يضر نفسه بنفسه. عفريت السرطان. عفريت السرطان الذكريات المؤلمة، خزان أحزان، دايما بيقعد مع نفسه لو العفريت حضر عنده إن يعيد في كل حاجة ألمته وتعبته وجرحته، وما بيعرفش يخرج من الدوامة دي بسهولة. فالعفريت ده عند السرطان شرس جدا، ممكن ياكل بيها صاحبه. عفريت الجوزاء. الجوزاء عفريت النقيض. لو عفريت النقيض حضر بيبتدي يتفرع بأفكاره ومتاهة، تحس إن ممكن يدخل في متاهة وملهاش مخرج. المتاهة اللي الجوزاء ممكن هو يدخل نفسه فيها ملهاش أي مخرج. من الآخر شيطان
مزدوج أو شيطان بإزدواجية. عشان كده ناس كتير بتقعد تقول على برج الجوزاء ده مجنون، ده مش طبيعي، ده اون واوف على طول. لا، هو هنا عفريته حاضر ولا اون واوف ده بس 24 ساعة حاضر على طول. طب والحل ايه في الموضوع؟ احنا ناخده بالراحة كده ونخليه يعمل اللي نفسه فيه، يحول عذراء او وبالراحة ميزان يا وخلاص. بيبي، وهيبقى زي الفل والله. نحوله عذراء او ميزان وخلاص. عفريت الثور. عفريت برج الثور العند. لو حضر عند برج الثور عفريت العند بيفضل يطارده وبيسكن جوه أعماقه للأبد. عشان كده اللي بيتعامل دايما مع برج الثور لازم يبقى عامل حسابه إن بيتعامل مع شخصية عنيدة جدا جدا فوق ما أي حد يتخيل. عفريت الحمل. والله عفريت الحمل علشان بيسكن جواه غضب وفيه بتبقى شرارة. الشرارة دي صغيرة قد كده لكن ممكن تتحول لنار تاكل الأخضر واليابس، وبيتحول قلبه لمعركة مفتوحة بلا رحمة. مين أكتر برج بيحب يعيش دور الضحية؟ الميزان. أكتر برج بيعيش في قوقعة إن هو ضحية لفعل الناس اللي حواليه الميزان. ده حرفيا. طب تفتكري هو ليه بيعيش الدور ده مثلا؟ يعني بيحس اللي حواليه مثلا ان هم ظالمينه كلهم؟ عشان حساس ميزان زيادة. حساس وعايز الناس تعامله بميزان العدل زي ما هو بيعامل كل الخلق. وده طبعا صعب، مش هيتعامل صعب. ميزان هو عايز العدل جاستك، فبالتالي عايز انا دلوقتي عملتك كويس يبقى انت تعاملني كويس. نفس درجه الاهتمام تبقى هي نفس درجه مش الاهتمام. مش انا جزء ميزان. انا دي مشكلتي في الحياه مع الناس فعلا. دي حقيقه. عشان كده انت كتير بتكون تعبان. انا عايز الناس يعاملوني بمعاملتي اللي بعملها لهم. انت مش في جنه الخلد، انت في الدنيا. فبالتالي هتلاقي اللي بيديك نفس مقدارك والشق التاني اللي بيقلل شويه من المقدار. انت بقى ليك حريه الاختيار، اكمل ولا ما اكملش. انا اللي بختار بس كده. توافق الابراج احيانا اهم من الحب نفسه؟ لا طبعا، الحب هو اللي بيخليني اختار الشخص اللي انا عايزاه، مش عمليه ابراج. ودي دايما بقولها للناس، اوعوا تختاروا شريك الحياه بناء على برج. مين الابراج اللي عندها طاقه حسد قويه؟ الجدي، الميزان، الحمل. الحمل الحمل يتحسد على صبره، على جدعنته. السرطان، العين بتاخد فيه بشكل غير طبيعي. اخر برج الجوزاء والدلو. الجوزاء يتحسد على الثلاثه اللي معاه بيلفوا. والله الجوزاء والدلو. طاقه العين والحسد تاخد في الابراج اللي انا ذكرتها دي. هل في ابراج حساده؟ بص، هي ما فيش ابراج حساده، بس في ناس حساده. في ناس دي ملهاش علاقه ببرج، والله ما ليها علاقه ببرج. بس طبيعه جوه الانسان، تبقى طبيعه وتربيه واخلاق واصول وعادات وتقاليد وثقافات، فلا دي ملهاش علاقه ببرج. يعني لو رجعنا من نقطه الصفر هنرجع للاسره وللبيت طبعا والتربيه والعادات والتقاليد، وان انا علمتك ان انت ما تبصش للي في ايد غيرك. اكتر برج جذاب عنده طاقه جذب؟ طاقه جذب الجدي. وهو قاعد مكانه ممكن بيقيم في الله بيخلص اللي هو عايزه، يعمل كل اللي هو عايزه. مين اكتر برج بيعرف يلعب بمشاعر غيره؟ العقرب. اكتر برج هو العقرب. ايه اكتر برج بيمل من اللي بيحبه بسرعه؟ الحوت لو ما حسش ان الشخص اللي قدامه بيحتويه قوي وبيديله مقدار المشاعر والاهتمام والتضحيه والرومانسيات بيمل بسرعه. يا تديني يا اديك على دماغك على طول. هل في ابراج بتبرر الخيانه والكذب؟ مين البرج المميز؟ هيتزعل مننا يا حسين، هيتزعل مننا قوي. لا الثور، القوس، الاسد. الثلاثه. صفات الابراج بتختلف من ست لراجل. تشرحي لنا؟ طيب خليني مثلا امرأة الحمل ورجل الحمل. رجل الحمل عصبي، شرارة بتبقى جواه، وصبره ليه حدود. امرأة الحمل لا، امرأة الحمل لو مين داس عليها، لو ايه اللي حصل في ظروف حياتها، صبورة غير طبيعية. عكس بعض. معقول؟ المرأة غير الرجل في كل حاجة. رجل الجدي بخيل، امرأة الجدي سخية جدا. رجل الميزان متعدد العلاقات، امرأة الميزان
وفية لدرجة الموت والاستقتال. النقيض عكس بعض. فعيش على كده بقى كل الأبراج. الجوزاء، رجل الجوزاء لما يحب خلاص هيقدم على خطوة الجواز على طول. امرأة الجوزاء مترددة وبتدي جواها غصب عنها النقيض. نقيض ازدواجية الشخصية بطريقة غير طبيعية بتاعت الشخصية. العذراء، امرأة العذراء بتتكلم كتير. أيوة. مش صامتة. أيوة. ما بتعاقبش اللي قدامها الصمت العقابي. رجل العذراء صامت لدرجة ان اللي قدامه ممكن يخاف من سكوته. السرطان، امرأة السرطان مش طيبة، مش هينة إلا من رحم ربي. رجل السرطان طيب وهين قوي 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 جدا، وما بيكسرش بخاطر حد. الدلو، رجل الدلو يحب على طول يخرج، يبقى ليه علاقات. امرأة الدلو شوية انطوائية، ومش أي حد اللي يبقى صديق ليها أو صديقة ليه. إيه أكتر برج عصبي؟ الجدي. أكتر برج مكار؟ العقرب. أكتر برج خبيث؟ الثور. أكتر برج طيب؟ السرطان. أكتر برج ذكي؟ الميزان. حضرتك تقدري تقولي لي ميزة وعيب لكل برج؟ ميزة وعيب في برج الحمل. الحمل مميزاته جدع، عيوبه لما الستارة بتسود خلاص. ميزة وعيب لبرج الثور. برج الثور الميزة اللي فيه إن بيحب أصحابه جدا وبيحب اللمة. العيب اللي فيه العند. ميزة وعيب في برج الجوزاء. الجوزاء مشكلته إن هو نقيض في الرأي، ده عيب. لكن ميزة فيه عاشق للبيت وللمطبخ وللحياة الأسرية. السرطان الميزة اللي فيه إن هو طيب قوي، العيب اللي فيه إن بيعيش جوه ذكريات الماضي والحزن. الأسد الميزة اللي فيه عاشق لخدمة الناس، لكن العيب اللي فيه إن عنده الغرور عالي. العذراء، وهنشيلها في المونتاج. العذراء مشكلته إن هو 3/4 الوقت صامت. الشيء الجميل اللي فيه أو الميزة اللي فيه بيحب دايما يشتغل حتى لو في ضغط، تحت ستريس، بيحب الشغل الجماعي وفي ضغط فبينجح. الميزان الميزة اللي فيه إنه هو طيب قوي 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 وسخي قوي قوي قوي. العيب اللي فيه بيسيب العلاقات التوكسيك تقتله أو تنهيه. يفضل مع العلاقة السامة لحد ما يجيب آخره، ودي مشكلة. العقرب الميزة اللي فيه محب لبيته والأولاده والأسرته، وبالذات لما بيحب الشريك قوي، دي الميزة. العيب اللي فيه بيشغل دماغه بزيادة أوفر قوي في مكر وخبث. ميزة وعيب للقوس. القوس دايما بقول الميزة اللي فيه متفائل رغم كل حاجة تسد النفس. العيب اللي فيه إن بيجي على نفسه عشان خاطر عيلته بزيادة. الجدج حظه معانا حلو النهاردة والله. الجدي الميزة اللي فيه إنه هو بيحب الإصرار والتحدي. العيب اللي فيه ما تحاولش إن أنت تغدر بيه ولا تخونه، عشان هيفتكر كل الماضي، هيجيب القديم والجديد ويلا بقى. ميزة وعيب في برج الدلو. الميزة إنه محب جدا للهدوء وللانسجام والرومانسية، بيديها حقها. العيب اللي فيه شكلاوي، بيعمل شكليات كتير. ميزة وعيب في برج الحوت. طيب، ميزة وعيب في برج الحوت الميزة اللي فيه إنه عاطفي وبيدي الرومانسية حقها قوي قوي قوي، وده بيقدر للناس اللي بتفهم طبعا. العيب اللي فيه بيغير ممكن توصل معاه لدرجة الشك. مين أكتر إعلامي أو إعلامية الأستاذة وفاء بتحلم إن هي تقعد معاهم؟ بص، هو الحمد لله ما بحلمش بحد معين، لأن كل الناس أنا بحترمها. بس اللي اتمنيت إن أنا أقابلهم، لأن ده حب شخصي ما بيني وما بينهم. بحبهم جدا. الجميلة القديرة إسعاد يونس، ويليها المحاورة الذكية قوي 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 والشاطرة قوي رضوى الشربيني، وحبيبة قلبي وصاحبتي على المستوى الشخصي ريهام عياد. ريهام عياد، كلهم جمال بصراحة، يعني كلهم ناس ما شاء أقوياء في المجال، وناس بتحترم، وناس عارفين بيكرموا ضيفهم ازاي، ومثقفين جدا وبيدوا معلومات تفيد الناس جدا.
انا حقيقي اتشرفت بحضرتك جدا. ميرسي يا حسين، والف شكر لاستجابتك على ده شكرا ليكوا انتوا لمقابلتكم الحلوه الجميله اللي ما شفتش منها غير كل خير. وبجد اتمنى لك كل السعاده، والموقع بتاعك ده يلف العالم كله، وانا معاك برضو يا حسين ان شاء الله باذن الله. ووعد تاني مع بعض مكملين باذن الله. باذن شكر الله جدا لحضرتك، نورتيني يا فندم. اشكرك نورتيني يا فندم.